السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم فكرة جديدة، وكل يوم حاجة جديدة، وكل يوم جديد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على حبيب قلبك خطيب. جبت لكم فكرة جديدة النهاردة. حاجة تشبه الجاتوه كده. بسكوت بالشوكولاتة. يا رب تعجبكم وهتعجبكم إن شاء الله. أولا صلى على حبيب قلبك خطيب. وما تنساش الشير واللايك ومتابعة. ولو كملت الفيديو للآخر قول لنا رأيك في الكومنتات. وتعالوا معانا نشوف الطريقة ازاي. اولا جبت بسكوت من ده 350 جرام. 5 بكاو من دول، انا جبت 5 عامة، يعني جبت 5. حضرتك ممكن تجيب مثلا اي بسكوت بتحبه، بس اهم حاجة 350 جرام. شوف البسكوت هتعمل 100 جرام، 80 جرام، 90 جرام. احسبهم كده في الاخر هيطلع معاك 350 جرام. عايزينهم حطيتهم في الكبة كده، نعمتهم بالطريقة دي. اهم حاجة يكون ناعم كده، اهم حاجة تعملهم في الكبة يكونوا ناعم كده. حطيت معلقتين سكر بودرة على البسكوت، وفضلت اقلب كده. فكرة جديدة وفكرة بسيطة ومكونات بسيطة، واي واحدة ممكن تعملها في البيت، ومش مكلفة. ومكوناتها في كل البيوت، يعني حاجة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف يعني. وحطيت 4 معالق من الكاكاو الخام. أهم حاجة الكاكاو يكون خام. وبعد كده نزلت على معلقتين سمنة أو ربع كوباية سمنة. عايز تحط بقى سمنة زبدة عادي يعني. برضه خلطتهم مع بعض. وصلي على الحبيب قلبك كتير. وما تنساش تقول رأيك في الكومنتات. ولو جربتوها قولوا لي رأيكم في الكومنتات. طبعا جبت كوب لبن. طبعا بحط شويه بشويه، مش هينفع احط كله عشان اعرف اخلط البسكوت مع بعضيه. يعني حطيت مثلا كوبايه لبن وربع، تاني كوبايه وربع لبن، لغايه لما بقت كده، بقت سميكه في ايديا وناعمه وطريه بالطريقه دي. وبعد كده جبت ورق زبده، فردت الخليط ده في ورق الزبده، وبدات الف الخليط بالورق الزبده. لازم طبعا الف لفه محكمه، عشان خاطر لو في هواء ولا في حاجه من جوه الخليط او الورق يطلع. وادوس دوسه كده عشان ما يكونش فيه فراغات من جواه. هبدأ بقى الف لفه كويسه، وهربطه رابطه من هنا ورابطه من هنا من الناحيتين. وبعد كده احطه في التلاجة لمدة ساعتين. طبعا بعد حطيته في التلاجة لمدة ساعتين، ابدأ اعمل الكريم شانتيه. حطيت معلقتين كريم شانتيه ونص كوباية لبن. طبعا الخليط دوت، طبعا الكريم شانتيه ده مش عايزه تقيل، انا عايزه خفيف، عايزه بالقوام ده. طبعا بعد ما طلعت الخليط ده من التلاجة، البسكوت ده خد ساعتين في التلاجة. طبعا بعد ما جمد، جمد كده بقى تمام. ابدأ بقى اجيب السكينة واقطعه بالسكينة. ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، وقول لي انت بتتابعنا منين. بدأت اقطع البسكوت بالطريقة دي. فكرة بسيطة وسهلة، وتتعمل في 5 دقايق. وجبت طبعا باكو شوكولاتة من ده، شوكولاتة خام من ده، وكسرته كده. طبعا كنت غالي مية سخنة
احط الحله اللي فيها الشوكولاته كده على الميه السخنه، حمام ميه، هو يسيح مع نفسه، واغطي الميه على الاخر لغايه لما يسيح براحته. طبعا الكريم شانتيه اهو بضربه في بعضه. الشوكولاته بقى ابدا بقى ايه اقلبها في بعضها كده، واحط شويه ميه صغيرين عشان الشوكولاته تفك عن بعضها شويه. وبدات احطهم في الاطباق، وادي الفراوله اللي زينا بيها في الاخر، وابدا اسقط الشوكولاته والكريم شانتيه بالطريقه دي، نص شوكولاته ونص كريم شانتيه. وصلي على الحبيب قلبك كتير. انا بحاول يعني اجيب لكم حاجه بسيطه ومش مكلفه، عشان اي حد ممكن يعملها. آه، وفكره سهله ومكونات سهله وموجوده في كل بيت، يعني مش حاجه صعبه يعني. بالطريقه دي ابدا احط الحاجه ديت على سنه تانية عشان تشوفوها كويس. ابدا احط فراوله من فوق، كل واحده كده ربع فراولايه، تزينه كده في الاخر اهي. حاجه بسيطه ومش مكلفه وحاجه جميله و... والف انا والشفا. لايك وشير ومتابعه عشان اصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات.